ومرحبا بكم في قناة مطبخ بهيجة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كتشوفوني دايرة الليقات فتاش هاد الفلفلة حارة بزاف بزاف فوق ما كتصوروا، يعني راه كتبقى لكم الحرورة في يديكم. وغادي نشارك معكم إن شاء الله الهريسة منزلية 100%، يعني بدون مواد حافظة، هريسة طبيعية. وغادي نخلطها مع الفلفله العاديه، يعني الفلفله الحمراء الحلوه، حيت هذه راها حاره بزاف. يعني قلت ربما نستعمل مع هاد الفلفله الحلوه نقص الجهد ديال الحراره ديالها. شوفوا البنات الشكل ديالها، هذه راه حاره 100%، يعني واحد الحراره ما تصوروش ديالها، غير الريحه ديالها كتحرق. الجهد فيها بزاف ديال الحراره، داكشي علاش غادي تخلطها مع هاد الفلفله الاخرى الحمراء. بسم الله على بركه الله. غادي نشارك معكم الطريقه والمقادير في نفس الوقت. غادي نقطعوا هاد الفلفله وغادي نديروها تفخر هكايا في كسكاس فوق النار، يعني نطيبوها نقطعها هكايا شرائح باش كيما سبقت وذكرت، يعني باش نديروها في الكسكاس تفخر لينا هكا. بغيتو تحيدوا ليها الزريعه تحيدوها، بغيتو تحتفظوا بها تخليوها حتى هي راه حاره في الحقيقه، راه كتشوي في الحراره. عمرني ما شفت بحال هذا النوع هذا، حتى لقيتو هكايا في السوق حتى كيسحب لي حلو. الساعه دقتو قال لي الخضار، قال لي راه حار هذا، ماشي الحلوه، ماشي الفلفله الحلوه. من بعد ما ساليت هكايا في التقطاع، دابا غادي نحطوها كتبخر لينا هكايا في الكسكاس ديالنا. غادي نزيدو مع جوج ديال الفصوص ديال الثوم، دابا غادي نديروها تبخر لينا في الكسكاس ومن بعد نرجع معها. هانتوما البنات من بعد ما طابت لينا الفلفل ديالنا، يعني تبخرت هي وداك الثومه، دابا غادي نديروها في الهاشوار ان شاء الله ونطحنوها. طالعه لنا الحراره يا البنات هذه حاره بزاف، يعني اللي ما كيقدرش على الهريسه هكايا حاره مجهده بلا ما نصحو يدير هذا النوع هذا ديال الفلفله، يدير غير الفلفله العادي. غندير معاه واحد الحامضه قطعتها هكايا مصيره، يعني مرقد كحامض منزلي هذا، ترقدو بوحدي، يعني منزلي، ما كناخذش هذاك، ما فيهش الصودا، يعني كنحاول ندير داكشي طبيعي. وهنايا كاس مع مرش ديال الحامض. صافي غندير شويه ديال الملحه، طبيعه الملح بحال الملحه راه كتبقى على حسب الذوق. وما ننساوش بان داك الحامض المصير او المنقد راه فيه بنات. هذا الحامض هذا تقريبا عندي سنتين هذه. شوفي باقي راه كنت شاركت معكم واحد الفيديو راه غتلقاوه في القناه، طريقه تقاد ديال الحامض المصير. صافي دابا غادي ندير هاد الهشوار، ندير تطحن ليا هاد الهريسه. هاهي دابا رجعت معكم بعد ما طحنت الهريسه. شوفوا البنات الشكل ديالها كي كتجي، راه بدون ملونات ولا اي شيء حافظ، يعني مجهده بزاف البنات. عرفتي الريحه ديالها كتخنق بالحراره. وهذا هو الشكل ديالها. شوفوا البنات كي كتجي، راه كتجي رائعه. ها هي راه فاصحه بزاف وحاره بزاف بزاف. بغيتو تحتفظوا بها غادي ديروها هكايا في القريعات اللي بطبيعه الحال اللي كيكونوا معقمين. انا درت هنايا غير كميه قليله، يعني ما بغيتش نحتفظ بها بزاف، درت غير شويه. صافي هذه غادي نخزنها دابا في شي قريعه. غادي نعبأ ديك القريعه وغادي ندير فيها شويه ديال زيت العود، يعني لكم الاختيار. بغيتو ديروا زيت العود ديروا، بغيتو ديروا زيت المعده ديروا، حتى هو كيجي معاه كيصلح، غير باش ما تكونش لينا ديك القشره من الفوق ديال اللغمونيه. غادي نديرها دابا في هاد القريعه هذه.
يعني الا كنتو درتو كميه كثيره وبغيتو تحتفظوا بها، غادي ديروها هكايا في قريعات وغادي تزيروا عليها مزيان ما يبقاش يدخل ليها الهواء، وغديرهم في طنجره الضغط وغتسدي عليهم وغيبقاو معاك مده طويله، يعني حتى العام ولا اكثر من عام. المهم غير ما الا فتحتي القرعه ضروري ما ديريها في الثلاجه. وهذه هي الهريسه ديالنا اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم وتجربوه ان شاء الله، وتجاوبوني في التعاليق ديالكم الا جربتوا هذه الوصفه اللي اقترحت عليكم اليوم ديال الهريسه. كتجي رائعه بدون مواد حافظه، والاهم من هذا الشيء كتحضريها في المنزل ديالك وكتعرفي شنو دايره فيها. ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على المتابعه.